السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ استكمالا لموضوع احمد رفعت وقضيه احمد رفعت، انا شايف انه من امبارح في احداث كتير شغاله على السوشيال ميديا وشغاله على القنوات التلفزيونيه عموما، وشايف كده بعض الاعلاميين وبعض المسؤولين عايزين ياخدوا القصه والقضيه لمنحنى اخر، عايزين يروحوا بيها يبعدوا عن الحقيقه، يتوهوا الناس. اللاعب طلع بوضوح الله يرحمه وطلع واتكلم واشار الى شخص بعينه، حتى وقتها ما قالش مسؤولين، قال مسؤول، يعني حدد شخص بعينه. وكلنا عرفنا دلوقتي ان الشخص ده هو احمد دياب، النائب احمد دياب اللي هو رئيس نادي مودرن سبورت السابق. الغريب بقى واللي انا شايفه ان الدكتور وليد دعبس اللي هو بالمناسبه قدم استقالته النهارده، اللي هو الرئيس الحالي لنادي مودرن سبورت، هو اللي دخل كده في المشهد فجأة وبقى يطلع في الاعلام وعمال عايز ياخد القضيه ناحيته، مع ان الموضوع مش معاك، الموضوع مع احمد دياب مش معاك انت، لكن هو اخذ الموضوع في منحنى اخر وعايز يتوه الناس ويطلع القصه من احمد دياب ليه هو، على اساس ان هو في الاخر هيبرأ نفسه بسهوله، لان الراجل ما كانش موجود اصلا وقت ما كان المشكله دي حاصله. دكتور وليد دعبس اصبح رئيس مجلس اداره النادي في شهر سبتمبر سنه 23، يعني انت بتتكلم من حوالي 9 شهور، اللي هي اصلا القضيه دي شغاله والمشكله دي حاصله من شهر 10 او سبتمبر 2022، يعني انت بتتكلم من قبلها بسنه. فالغريب ان الدكتور وليد دعبس طالع عمال بيتكلم وعمال يعمل مداخلات غريبه جدا، عايز ياخد الموضوع في اتجاه تاني خالص، عايز يبعد الناس عن الحقيقه. انا ليا يومين ما مش سامع اسم احمد دياب، اسم احمد دياب اتشال خالص، مبقاش حد بيتكلم عن احمد دياب اللي هو اصلا الراجل الله يرحمه، اللي هو صاحب القضيه واللي توفى واللي بسببه حصل المشكله دي كلها، اشار اليه. وطلع يتكلم الدكتور وليد دعبس ويقول ازاي ابراهيم فايق ان هو يعمل لقاء بدون ما يجيب الطرف الاخر، ازاي ما جابنيش وازاي ما دخلتش في مكالمه. يا معالي الباشا، الطرف الثاني وقتها كان احمد دياب مش انت مالكش علاقه بالموضوع، الطرف الثاني كان موجود على التليفون ودخل وعمل مداخله مع نادر شوقي، ودخل كمان واحد وقتها من وزاره الشباب والرياضه، المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه. يعني ابراهيم فايق عمل شغل كويس جدا وكان الاطراف كلها موجودين في الحلقه. انا متفق ان انا الحلقه دي ما طلعتش منها باي حاجه وتهت اكتر، ومتفق كمان مع الناس اللي بتقول ان نادر شوقي يتحمل المسؤوليه، لان هو وكيل لاعبين محترف جدا وعنده خبره كبيره جدا، وياما دوشتونا بنادر شوقي وان هو مسؤول عن اللاعبين، يعتبر نص لعيبه مصر. فانت كنت المفروض تبقى جايد للاعب بتاعك، تقدر ترشده وتوجهه وتقدر تقول له نصيحه وتقدر تقول له خلي بالك دي هتعمل لك مشكله، لا خلي بالك احنا هنا نقف شويه، لا يا احمد احنا ما نستعجلش، فلان هيورطك، خلي بالك دي وراها ورطه. انا شايف ان دي كانت مسؤوليه نادر شوقي، بس ده ما يشيلش المسؤوليه الكبرى عن احمد دياب اللي هو كان رئيس نادي مودرن سبورت وقتها، ده ما يشيلش المسؤوليه. اصل الناس واخده القصه في قصه ان هو نادر هو المسؤول، ومحمد شبانه كمان طلع يتكلم ويقول لك نادر وبيتاجر بالولد وبتاع. لا يا جماعه، مش متاجره، ونادر مسؤول له جزء في المسؤوليه، لكن مش هو المسؤول الاساسي، ومش هو اللي دمر احمد رفعت، ومش هو اللي ضحك عليه، ومش هو اللي وعده ان هو يخلص له ويحل له مشاكله، ومش هو اللي تخلى عنه لما وقع في المشكله وفي الازمه مع القوات المسلحه. لا، لازم تبقى المسؤوليات واضحه. انا لا اعفي احد من المسؤوليه، حتى نادر شوقي مسؤول مسؤوليه اخلاقيه وليست قانونيه، لان مفيش حد هيحاسبه، انت هتحاسب عليه؟ انا راجل وكيل بجيبك من هنا واوديك هنا، اخد نسبتي وتمام. فانا شايف ان الراجل مش عليه مسؤوليه قانونيه، لكن المسؤوليه اللي تقع على نادر شوقي هي مسؤوليه اخلاقيه، ان هو المفروض يحمي اللاعب بتاعه، يحمي الشخص اللي هو بيتربح من وراه ويامنه وما يوقعوش في اي مشكله، ويكون ناصح ليه، ناصح امين ليه. لكن المسؤوليه القانونيه بتقع على النادي، النادي هو المسؤول مسؤوليه قانونيه عن اللاعب، هو المسؤول عن اللاعب. ولنفترض يا سيدي زي ما الدكتور وليد دعبس ماسك المكالمه مع محمد شبانه، طول المكالمه عمال يقول لك نادر شوقي هو السبب، هو اللي بيتاجر بالولد، هو كان عارف مشكله التجنيد، هو اللي ورطه. نعتبر ان نادر شوقي هو اللي ورطه. انت دورك كنادي في حمايه لاعبك، انت دورك كنادي ازاي تتمم صفقه مشبوهه زي دي بالوضع ده، وهي ممكن تضر بالنادي وتضر باللعيب وتسيبه كده. ازاي تخلي وكيله يضحك عليه؟ هنمشي ورا قصه ان نادر شوقي ضحك على الولد؟ انت ازاي تسمح بده؟ المفروض انت مسؤول اداريا وقانونيا عن اللاعب ده، ما تجيش تخلع ايدك فجأة وتقول له اصل والله الوكيل هو اللي مسؤول عنه. صح ولا غلط يا جماعة؟ اتكلموا بالمنطق شوية، انتوا ما بتكلموش ناس ما بتفهمش، انتوا معتمدين نفس الاعتماد على ان الشعب المصري ده هنقول له اي حاجة وهنطلع في الابواق الاعلامية نطلع نتكلم ونتوه الناس والموضوع يعدي. لا، مش هيعدي. والدليل ان الناس صاحية ومركزة ان وليد دعبس النهاردة
اعلن استقالته لان الناس ما سابتوش في حاله، والناس ما اقتنعتش بكلامه، لانه طلع مع هاني حتحوت وقعد يقول في كلام ملوش اي صنف اللازمه ويلف ويدور حوالين الحقائق. بس انا مش شاغل بالي ده كله، انا شاغل بالي فين احمد دياب من الموضوع ده؟ فين الاعلام اللي بيتكلم عن احمد دياب وبيجيب سيره احمد دياب في الموضوع ده؟ احمد دياب اسمه ما بيجيش غير على السوشيال ميديا بس، اما الاعلام محدش بيتكلم عن احمد دياب. انا ما اعرفش احمد دياب ده هو ايه بالظبط. هل احمد دياب ده مثلا فوق القانون؟ هل احمد دياب ده بعبع الناس بتخاف منه؟ ما اعرفش. بس اللي شفته من اول امبارح ان في حاجه بتحصل في المطبخ كبيره قوي، والحاجه دي ان احمد دياب اسمه الناس تنساه، ان احمد دياب اسمه ما يتذكرش، ان وليد دعبس يدخل في الصوره والناس تنشغل بوليد دعبس، ونقول مودرن فيوتشر، ونقول مودرن سبورت، ونقول اللاعب، ونقول اصله كان عنده عيب خلقي، زي ما الاستاذ محمد شبانه قاعد بيتكلم بيقول لك اصله عيب خلقي، مع انه سافر وراح الامارات وعمل كشوفات وعمل كل حاجه واموره تمام. بس حتى لو الولد كان تعبان دي مش مشكلتنا، عادي، ده ما يشيلش المسؤوليه عن المسؤولين عن ظلمه وعن الافتراء اللي هم افتروه عليه. فانتوا عمالين بتاخدونا كده في حتت وتبعدونا عن القضيه الرئيسيه. هو ده اللي بيحصل خلال اليومين اللي فاتوا دول من الاعلام، ده اللي انا شايفه. فانا عايز اقول حاجه، لا انت يا دكتور وليد دعبس كنت موجود وقت الازمه، انت جيت بعد الازمه ما تمت والموضوع تم، والراجل طلع اشاد بيك وقال ان هو بيعتبرك والده، وان انت كنت معاه في المستشفى، وان انت ما قصرتش معاه، وان الاداره الحاليه ما قصرتش مع الولد. فانتوا ما فيش حد جه ناحيتكم. انتوا ليه مدخلين نفسكم في الحوار وكأن انتوا داخلين كده تحطوا نفسكم في الواجهه وتخفوا احمد دياب؟ انتوا داخلين تخفوا احمد دياب من الصوره، هو ده اللي وصلني كمشاهد. فانتوا مفيش حد جه ناحيتكم اصلا، الكلام كله رايح للاداره القديمه ولاحمد دياب رئيس مجلس اداره النادي السابق. انت مالكش دعوه، انت مدخل نفسك في الحوار ليه؟ وداخل وتعمل لي مداخلات وبتاع، في الاخر ما قدرتش تكمل. النهارده طلعت واستقلت، ما كمل اول خليتك قاعد. انت حبيت تعمل مسلسل وتمثيليه زي اللي انت بتقول نادر شوقي طالع يعمل تمثيليه كبيره وطالع يتاجر بالولد. انتوا اللي طالعين تتاجروا بالولد، انتوا اللي طالعين تقولوا عن الولد حاجات وتقولوا للناس اتخيلوا. اقعد كده تخيل مع نفسك وعيش وطلع قصص، وتخيل احمد رفعت ده فسخ وقعدوا ليه في الامارات مثلا؟ اصله مش امر فني، مع ان النادي الاماراتي طلع واقر ان الموضوع تم علشان امور فنيه، الموضوع تم فسخ التعاقد لامر فني، فالموضوع منتهي. انت بقى طالع تقول ان هو مش امر فني؟ انت بقى طالع تقول انا ما ينفعش اقول لان ده سر واحنا بنحب الولد؟ انت بتدينا فرصه ان احنا نتخيل ان احنا مثلا الولد ده كانت اخلاقه وحشه، الولد ده مثلا حصل منه مشكله هناك اخلاقيه عشان كده سفروه، عشان كده فسخوا العقد. فانت عشان تطلع تقول لي لا ده سبب اخر بس انا مش هقدر اتكلم فيه، يبقى انت كده بتودي الناس بتاخدهم كده وانت مفكر الناس دي هبله، عايز ترميهم في حته تانية خالص، عايز توديهم في حته تانية. لكن الناس هي اللي ودتك انت وغيرك، ولسه هتودي الباقيين في حته تانية، والكل لن يعفى من المسؤوليه، لن يعفى من المسؤوليه. وانا بطالب ان اللجنه القانونيه اللي تحقق في الموضوع ده تبقى من جهه خارجيه تماما عن الاطراف اللي موجوده حاليا. عايزين جهه خارجيه، عايز النيابه العامه هي اللي تمسك القضيه مش وزاره الشباب. ولو لقيت ان وزاره الشباب مدانه تطلع تدين المسؤولين في وزاره الشباب، ولو لقيت نادي مودرن سبورت مدان هو وادارته تطلع تقول ان هم مدانين. احنا عايزين لجنه مستقله تطلع تتكلم، ما تبقاش انت القاضي وانت الخصم في نفس الوقت. احترموا عقولنا شويه، احنا عايزين الناس تحترم عقولنا. فانا بقول لكل الناس ما تمشوش ورا الكلام اللي داير اليومين دول اللي عايز ياخدكوا بعيد عن القضيه. لا تمشوا ورا ان احمد رفعت اصله كان مصاب، اصل الولد كان عنده عيب خلقي في القلب، اصل الولد مش عارف ايه كان سبب فسخ العقد ايه، اصل ما اعرفش ايه. سيبك من كل ده، احنا المشكله الاساسيه مين كان السبب في سفر احمد رفعت، ومين ساعده على ده، ومين تخلى عنه، ومين ورطه، ومين اذاه، ومين استفاد من وراه، ومين وصله للمرحله والنقطه دي اللي وصله انه يقع في الملعب بالشكل ده. هو ده اللي احنا عايزين نركز عليه، مش عايزينهم يشتتونا. وحق احمد رفعت احنا اللي هنجيبه مش هم، لان اللي هيعتمد على الاعلام المصري للاسف مش هيلاقي حق. اديك شايف اللي بيحصل. فاحنا بقى اللي هنجيب حق احمد رفعت، احنا الجماهير، جماهير الاهلي، جماهير الزمالك، كل جماهير مصر، احنا اللي هنجيب حقه. السوشيال ميديا النهارده بقت مؤثره اكتر من الاعلام، بقت مؤثره اكتر من القنوات اللي هم قاعدين فيها. فان شاء الله رب العالمين مش هنسيب القضيه دي ولا هنبطل نتكلم فيها الا لما تظهر الحقيقه ويتحاسب المسؤول عن وفاه الولد ده وعن الظروف اللي اتحط فيها وعن الظلم اللي اتعرض له. ونبدا بقى ان احنا فعلا بجد نبني منظومه رياضيه تليق بينا كمصريين، منظومه رياضيه يكون فيها عدل، يكون فيها لوائح وقوانين تسري على الجميع من الكبير للصغير،
واقصد هنا الكيانات قبل الاشخاص، اقصد الكيانات والاشخاص. القانون يطبق على الكبير قبل الصغير علشان يكون في عدل ونقدر نشوف منظومة كويسة عندنا في مصر. شكرا ليكم، نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية باذن الله رب العالمين. واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة ويعمل لايك، واحب كمان تشاركوني التعليقات على الفيديوهات. سلام.